نصحناهم حتى نقص تأثيرهم، ولكن يا إخوة الكرام بدأ غيظهم. فانظروا من الذي ينتقدني، ينتقدني بكره، نكرة لا يستطيع أن يكشف وجهه ولا أن يبدي اسمه. كيف يعني تنقم وتنتقد شخصا يكشف وجهه للعلن في بلده وفي عاصمته ويخدم وطنه بوجه مكشوف ويبدي أفكاره بكل حرية؟ تأتي أنت في لايف معروف بكره الآخرين، معروف ببث الغل والعداء، وتأتي باسم مستعار وباسم مستعار وتنتقدني. وما هو يا ترى هذا النقد؟ قال لهم هناك شخص يخرج براية موريتانيا ويضع عند ظهره مجاهدين ويتكلم. والآن أنا أقول موتوا بغيظكم. ولذلك زدت من الشعارات. اليوم خرجت بقبعة بالشعار الوطني، وخرجت كذلك بهذا الأمر، وزدتكم من الشعر بيتا، وخرجت بصدري على فخامة الرئيس السيد محمد بن الشيخ الغزواني، الذين تتمنون أن ننتقده وأن نكون من أولئك الذين ينتقدون بلدنا. نحن نقول على العكس، أن هذا الرئيس يحافظ على العلاقات المميزة مع الجيران ويعطي لكل ذي حق حقه. ونحن نعلم لماذا تريدون انتقاده، لأنكم تريدون شخص في موريتانيا يحكم موريتانيا ويصطف مع أولئك الذين أنتم تنشطون من أجلهم. تريدون رئيس لموريتانيا يلقي بنفسه في أحضان أولئك الذين تتمنون. نحن لا نقول ذلك. نحن لا نقول لرئيسنا السيد محمد بن الشيخ الغزواني أن يرتمي في أحضان المملكة المغربية ولا أن يرتمي في أحضان الجزائر، ولكن نقول له أن يقيم شراكات رابح وشراكات رابحة للشعب الموريتاني مع المملكة المغربية ومع الجزائر. ولكن قناعتنا قلناها أن الشراكات مع المملكة المغربية أنجح اليوم. لماذا؟ لأن هناك مقاربات، ورأينا بما لا يدع مجال للشك أن مقاربة المملكة المغربية قد آتت أكلها، ونحن لا نريد إلا التنمية لبلدنا والازدهار. ولأن تاريخيا وجغرافيا المملكة المغربية هي امتداد لنا، لثقافتنا، لجغرافيتنا، لتاريخنا، ولمجتمعنا، ولروحياتنا، ولديننا، أبى من أبى وشاء من شاء. وهذا هو الذي يغيظكم فيما نقول، هذا هو الذي يغيظكم فيما نقول. ولذلك اليوم أقول أنني سأأخذ دقائق يا إخوة الكرام لأمرر في هذا الشهر المبارك لنرحم على أبطالنا. تنقمون علينا هؤلاء الأبطال، وهذا هو المرحوم العقيد محمد بن بول عبد القادر، قائد القوات الجوية الموريتانية خلال حرب الصحراء، هو الذي تصدى على مشارف نواكشوط لهجوم البوليساريو، هو الذي أنقذ عدة مرات الجيش الموريتاني من الوقوع في هزيمة ضد جبهة البوليساريو، وهو الذي تم توشيحه مرتين من أجل أفعال بطولية من طرف الرئيس المختار ولد الداه. هذا هو الذي يغيظكم. بما أنه يغيظكم اليوم
شاء الله سنعطيكم هؤلاء الأبطال سنغيظكم حتى تغيظوا. هذا الشخص يا إخوة الكرام، هذه الشخصية، هذا الشهيد هو الرائد سويدات الودان. هذا من أول الضباط الذين استشهدوا في حرب الصحراء، وبالضبط رحمه الله، وبالضبط في عين بنتيلي. والذي قتله هو قوة، حسب ما ذكر المقدم محمد خونة والهيدالة في مذكراته، أنه قوة جبهة البوليساريو مدعومة بالجيش الجزائري، وضربوه بقذيفة في برج عين بنتيلي واستشهد هناك. هذا هو السويدات والودان. هؤلاء هم أبطال الجيش الموريتاني خلال حرب الصحراء. نعم، هؤلاء هم أبطال الجيش الموريتاني خلال حرب الصحراء يا إخوة الكرام. سأعطيكم كذلك شخصية أخرى مهمة جدا. هذه الشخصية، هذا العقيد المرحوم العقيد فياه المعيوف. هذا عقيد من الدرك الموريتاني، تفرد بقيادة الجيش الموريتاني خلال حرب الصحراء، وقد تم كذلك ترشيحه بطريقة استثنائية من مقدم إلى عقيد نتيجة تصرفه البطولي ضد جبهة البوليساريو خلال حرب الصحراء. نعم، سأعطيكم أيضا شخصية أخرى. هذا الذي ورائي أيضا هو العقيد أحمد سالم ولسيدي، الأمير أحمد سالم ولسيدي. هذا تفرد، هو أول مدير للمدرسة العسكرية الموريتانية، وهو أحد قواد الانقلاب 16 مارس ضد النظام والهيدالة الذي أقول فرط في مصالح استراتيجية للشعب الموريتاني ولكرامة الجيش الموريتاني. هذا حتى أعطيكم أيضا شخصية أخرى. نعم، هذه الشخصية هو المرحوم العقيد أحمد بولبوسيف، أحد الأبطال الموريتانيين وأحد أبطال الجيش الموريتاني. تفرد كذلك بقتاله وبدفاعه عن العاصمة نواكشوط، وكان جريئا وبطلا. توفي في حادثة طائرة غامضة رحمه الله. أيضا هذا أحد ضباط الجيش الموريتاني. وكذلك أختم بهذا الرجل رحمه الله. هذا الرجل الذي ورائي هو العقيد المصطفى والحمد السالك. هذا كان أول من استلم الحكم بعد المختار ولد الداه كقائد للأركان. وأذكر أنه يمكن التطلع على تصريحه بعد الانقلاب على المختار ولد الداه حين قال: لن نحل مشكلة الصحراء إلا بانسجام تام مع الدولة الشقيقة المملكة المغربية. هذا هو تصريح هذا الرجل، ولم يبقى في الحكم إلا قرابة سنة، ثم تم سجنه بعد ذلك من نظام المقدم محمد خونة والهيدالة، إلى أن تم قلب الحكم في موريتانيا ثم تم إطلاق سراحه. هذا فقط يا إخوة الكرام. أردت أن أخرج هذا الأمر حتى نعرف من هو الوطني في موريتانيا، ومن الذي يحب وطنه، ومن يعتز بشهدائه وبأبطاله، ومن هم أقول يتوارون وراء أسماء مستعارة ويأتون ينتقدون. نحن نقول كلمتنا بصوت عال ولا نخشى في الله لومة لائم، ولكننا صادقون فيما نقول، وكل ما نقول كذلك نقوله بثوابت وبشواهد وبأدلة.
البعض يقول هو لماذا لا تستدعي الدولة؟ اسألوا أنفسكم. أنا هنا في الواكشوب ولست نكرة ولله الحمد، ولكن هناك المصداقية والدقة في تقديم المعلومة، وهم يعرفون ذلك ويعرفون نيتنا ويعرفون حبنا لبلادنا ولوطننا. نعم، نحن الذين اليوم دفعنا بعض الناس، بعض الموريتانيين الذين يعني نشطاء من أجل قضايا أخرى، نحن الذين دفعناهم اليوم على أن يقولوا نحن نحب موريتانيا، وأصبح بينما كانوا يجلسون في مجالس جبهة البوليساريو، ومن نشطاء جبهة البوليساريو الذين يعني يسبون الموريتانيين ويشتمون الموريتانيين ويطعنون في تاريخ وأمجاد الشعب الموريتاني وقواته المسلحة، وتسجيلاتهم عندنا ويعرفون أنفسهم جيدا. هذا الكلام. وهناك نقطة قبل أن أدخل في التفاعل معكم، هي مساعدات في هذا الشهر الكريم. يا أخوة الكرام، رحم الله امرؤا عرف قدره وجلس دونه. رأيتم الشاحنات وعليها راية المملكة المغربية وفيها المساعدات وهي تدخل غزة. رأيتم جسرا جويا من طائرات النقل العسكرية C-130 وهي تلقي لأهل غزة عبر السماء، يعني عبر الجو، تلقي إليهم المعونات. هذه المعونات يا إخوة الكرام، بعيدا عن كل المهاترات السياسية، هذا ما يحتاجه هؤلاء الناس، هذا ما تحتاجه النساء والأطفال. يجب أن تقيس على نفسك أيها المسلم، عندما تكون جائعا وتكون أسرتك جائعة، هل ستفكر في مشادات سياسية يا أخوة الكرام؟ هل ستفكر في ذلك؟ بدل أن توجهوا أسلحتكم وتحموا عضلاتكم ضد بعض وتتركون الثكالى في فلسطين وفي غزة، هؤلاء الناس يحتاجون، بدل أن تقول لنا أنك ستحرر فلسطين وأنك أنت مطبع وأنت كذا، أين هي مساعدتك الحقيقية لهؤلاء الناس؟ أنا كنت أعلم الحق سيظهر، الكذب لا يمكن أن يدوم. البعض يقول لك أنا سأفعل كذا وسأفعل، ثم لا ترى شيئا إلا شعارات في شعارات، أما النتيجة والأفعال لا ترى شيء، لا ترى شيئا على الأرض، جعجعة ولا ترى طحينا ولا تجد حتى ريحه. يعني التخصص في الجعجعة وفي الأصوات، وفلسطين اتركوها لي وسنقوم وأنتم مطبعين، والإمارات مطبعة والمغرب مطبع وكذا وكذا. في الأخير النتائج أين هي؟ النتائج نرى أن في الأخير ترى أولئك المطبعين هم الذين في الأخير ستجدهم يجدون حلولا لإخواننا المضطهدين في هذه الأرض المقدسة. مرحبا بك يوسف. وخيرة الأخ الكريم الليلة، ما شاء الله جميل عليك القبعة والراية، وسبحان الله تليق بك، يعني إن شاء الله عليك تبارك الله الليلة. ومن هذا نقدم لك تحية ورحمة الله على النسر الموريتاني الصقر البطل العقيد كادير. وأطلب من الإخوة الحاضرين في اللايف 454 شخص في هذا الشهر الكريم أن يترحموا على البطل كادير رحمة الله عليه، مرعب العصابات، جلاد كل من سولت له نفسه أن يمس بالوحدة الترابية الموريتانية وبالشعب الموريتاني المجيد
حامي حمى الوطن والمدافع عن عرضه، نترحم عليه في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم. ورسالة أخرى إلى كل من يعني يحاول أن يعني شيء مضحك، هذا حفيد ابن بطل من الأبطال الموريتانيين، وانتم تجوا تشكوا كانوا موريتاني، هذا موريتاني قح، موريتاني أكثر من الموريتانيين. يوسف لأن يوسف آه يوسف، أنا اليوم لا تميت، يعني كنت أمر بجولة وجبرت خوتنا ذوك التعرض، ذوك اللي ماكنين فينا كاملين قاع ورا، ويقول لهم واحد هو يحط الراية ويحط شهداء الفوق ويتكلم أنا ماني جاحد راسي. شوفوا، هذا سبحان الله مما يدل على أخلاق الأخ أبي طالب، هو يصفكم بالإخوة، وأنا بعد ما نصفكم بذلك إلى الناس بعد اللي تزايد عليه عنه إنسان واقع له سبحان الله، يعني أخلاقه ما سمحت له أبدا أنه ينخرط عن الإرث الكبير اللي خلاله أبوه البطل، وما زال يصفكم بالإخوة. يا غير أنتم صراحة ما تستحقوا حد يصفكم بذلك الوصف. فقط تعقيبا على الكلام الجميل اللي قلت، نأكد أنا هون من هذا المنبر، والبعض كتب لك في التعليقات أنت تكره الجزائر. أبي طالب لا يكره الجزائر، والموريتانيون لا يكرهون الجزائر. الجزائر من أخصها لمحبتنا وإخوتنا وأهلنا. يا غير يلا تفهموا يا الإخوة الجزائريين، عنا لسنا مجبرين أبدا أن ننخرط معكم في أمور ما هي من مصلحتنا، ونحن نعرف حقيقتها جيدا لأننا أهل مكة، وأهل مكة أدرى بشعابها. نحن مرحبين بكم وخوتنا وبضائعكم، نتبادل معكم تجارة. يقين تعود في خدمة أجندة البوليزاريو، ونحن نقول لا وألف لا ولا، وعندنا كامل الحق والحرية في ذلك. لماذا؟ لأننا نعرف جيدا التاريخ، وعندنا الحمد لله إرث وكتب سطرها الأجداد ومكتوبة، ونحن لا نريد يعني أن نجعلها كقرآن، لكننا نثق ثقة كاملة في القيادة التي كانت تقود تلك الملحمة، وندري يعني أنها ناس لا يمكن أن يزايد عليها في وطنيتها لأنها خدمت مصلحة الوطن. الإخوة الجزائريين، يعني نحن مرحبا بكم نناقش معاكم، ويعني الحق سيظهر. الحق الله يقول ظهر الحق وزهق الباطل، من الباطل كان زهوقا. الباطل سيظهر، وأنتم أنا أعرف الإخوة الكثير من الجزائريين في خبيئة نفسهم والله يدرون أنهم افتعلوا هذا النزاع في تلك الملحمة، وأن جبهة البوليزاريو ليس لها أي حق، هي جزء من الساكنة ولا تمثل الساكنة أبدا، لم تكن أبدا ممثل للساكنة، ولم يكن لها أي حق يعني في فرض إرادتها بذاك الوقت في هذا المشروع الذي لم يكن أصلا يعني مشروع عندها عن تأسيسها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأبطال الموريتانيين الحمد لله اللي استشهدوا به، لمن مات دون عرضه ودون ماله فهو شهيد. أما أنتم العكس، ما تسمونه برموزكم، ماتوا وهم مهاجمين على المدنيين العزل. يعني أي بطولات قاعدين تتحدثوا عنها وتلعبون على عقول مسيكينين هذو الإخوان. أنا أهل المخيمات المضطهدين أسميهم إخوان، لكن القادة والجبهة وهذه المؤسسة لا أسميهم بالإخوان، لأني أدري على علم اليقين أن أولئك الناس تم اختطافهم واللعب على عقولهم، ويعني ملء رؤوسهم للأسف الشديد بأفكار سامة. وسبحان الله الكثير منهم بعدما تعرض للتنكيل وما رأى أن هذه الجبهة يعني وعودها فارقة وأنها زائلة لا محالة، رجع يعني إلى عقل الصواب، ومنهم من ذهب إلى المملكة المغربية، ومنهم من رجع إلى موريتانيا. وسيظهر الحق عاجلا أم غير آجل، ليه ينسحبوا واحد واحد إلين تبقوا حدكم. ويوما من الأيام أنا أؤكد على هذه النقطة، أن الإخوة في الجزائر إن شاء الله سوف يتخلصون منكم، وستذهبون إلى مزبلة التاريخ كبداية سبحان الله أفعالكم الشنيعة في حق المدنيين العزل الموريتانيين. هؤلاء الناس اللي انتم اليوم تتغنوا. وأنا شوف يوسف، تفاعلا معك هذا الكلام اللي قلت، هو يجب أن يكون يقين، لأن من بنى ثورته ومن بنى حركته على دماء الأبرياء وعلى الظلم، تأكد أن الله يمهل ولا يهمل، وهذا رأيناه
وكما قلت نحن على كل حال في موريتانيا نثق الثقة التامة في ذلك الجيل الأول الذي أسس موريتانيا بمدنييه وضباطه، وأن نيتهم كانت سليمة، وأن الحرب فرضت عليهم فرضا، وأنهم لم يدخلوها أبدا بمحض إرادتهم، وأنهم لم يستهدفوا أبدا المواطنين الأبرياء، وأنهم كانوا في دفاع عن أنفسهم بهجمات هذه العصابات عليها كما وصفها المرحوم المختار الدادا التي تم تسليحها آنذاك من الجزائر ومن ليبيا. وكما قلت نحن لا نحمل أي غل ولا كراهية للشعب الجزائري ولا للجزائر كدولة، ولكن نحن نبدي رأينا في سياستهم تجاه المنطقة، وأننا أيضا لا نقبل تحريف تاريخنا ولا الطعن فيه ولا في أمجادنا مهما كلف الأمر. هم اليوم يحاولون تحوير وتحريف التاريخ بنزع كل الأمجاد، حتى أمجاد ما قبل الاستقلال رأيناهم اليوم يطعنون فيها ويقولون أنها ليست ممكنة. وأنا أقول لهم أن الأصل هنا في موريتانيا، وأنهم لا يملكون إلا نسخة في بعض الأحيان ليست طبق الأصل، ولكن هم نسخة والأصل هنا، ويعرفون ذلك جيدا. ما يلبسون يصنع هنا، وحتى ما يسمعون، حتى أنت تعرف أنه حتى الألحان التي عندهم هي ألحان الشعب الموريتاني والفنانين الموريتانيين. شفت تأكيدا على هذه النقطة، سبحان الله، يعني الفرق واسع عندما تجد الإخوة الصحراويين المغاربة في المناطق جنوب المغرب اللي ينتمون للمغرب، يعني لا يجدون أبدا أي عقدة نفسية. طلعت معهم في اللايفات يقول لك نحن البضاعة ما شاء الله، الإخوة الموريتانيين يشتغلون. أنا عندي منهم والله الذي لا إله إلا هو، إلا عندي منهم أصدقاء، شيء نقول لك والله إن جلست هنا أشكرهم لن أوفي قدرهم في الداخل وفي العيون. غير هؤلاء الناس الذين حاولوا أن يسرقوا مفهوم الصحراوي ومفهوم هذه الساكنة هو الخطير. هذا هو الخطير، عاد يتم اختصارها فيما يدعى بجبهة البوليزا. ولذلك دائما أقول لهم الصحراويين والصحراء أشمل جدا من مجموعة، وفي الأخير هي مجموعة إيديولوجية بعيدة عن مفهوم الصحراويين وثقافة الصحراويين وطبائع الصحراويين التي هي مثل طبائعنا. بارك الله فيك. شو لا تأكيدا على هذه النقطة، ونعود نقيس النقطة الأخرى المهمة اللي هي مساعدات المغربية اللي وصلت لفلسطين. فقط على هذه النقطة، بما أني أنا إنسان مطلع الحمد لله على التاريخ الموريتاني، شفت هو الأصل يتم لا أصل ولا يتجزأ. الأصل هو موريتاني والباقي هي فروع. وأنا أبسط مثال دخلت معهم نقاش قلت لهم يعني شوفوا أعطونا نعود بسيطين جدا، نريد منكم فقط شخصية تاريخية سواء عالم دين أو فقيه من يسمى بالفقيه الصحراوي، إلين تحلون هذه المعضلة ظهرنا نتقبلون لكم انتم هم الأصل. قام واحدين فما في اللايف يتصاحكوا باللي غير موجود. الحمد لله الشناقطة يوجد ما يسمى بالشناقطة نسبة إلى مدينة شنقيط، وهي التاريخ والأصل في المشرق والمغرب. لين تفتح اليوم الصحف والله المكتبات في المملكة المغربية تجد أن كثيرا من القضاة وأهل الدين كانوا الشناقطة. عندما تفتح الكتب في المشرق تجد القضاة وأهل الدين هم الشناقطة. لذلك الأصل لا يمكن أبدا أن يتبدل، لأنه الحمد لله الأجداد سطروا لنا تاريخ مكتوب بأحرف من ذهب ومجد نفتخر به لأجيال إلى أجيال. تعقيبا على النقطة الأخرى فيما يخص المساعدات. نعم، هذه المساعدات المهمة اللي قدمها بأمر من الملك محمد السادس لإخواننا في غزة. نعم صحيح، بارك الله فيك. المهم مبادرة قيمة جدا وطيبة، ونحن نثمن هذا الجهد الذي قامت به المملكة المغربية الشقيقة وبقيادتها الحكيمة رزينة المتجسدة في جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وسبحان الله يعني عندما تخاذل جميع العرب وجميع من يهتف ويصيح على مواقع التواصل الاجتماعي دون فعل على أرض الواقع،
ومن كان بالأمس يعني يعيب على الإخوة المغاربة التطبيع وأنهم صهاينة. سبحان الله، هؤلاء الصهاينة هم اليوم أول من مد يد العون، وأنتم بقيتم تصيحون في يعني مواقع التواصل الاجتماعي دون أي فعل أو أي يعني خطوات جادة. ونحن نثمن هذا الجهد جدا، ونتمنى من الإخوة المغاربة وحكومتهم أن تستمر، لأننا نحن كموريتانيين صحيح لسنا مغاربة لكننا نفتخر لأننا نحن كموريتانيا نحن نفتخر جدا بما قام به الأشقاء المغاربة، فكل ما هو فخر للإخوة المغاربة هو فخر لنا. لذلك نتمنى من هذه الحكومة المغربية المتجسدة في قيادة الملك جلالة الملك محمد السادس أن تستمر في المساعدة ومد يد العون للإخوة في غزة. فالإخوة اليوم يعانون من نقص في الغذاء والدواء، ومن نقص أيضا في سبل العيش وأبسط يعني مقومات الحياة. فسبحان الله يعني جاءت في الوقت المناسب، بداية الشهر الكريم الذي هو الشهر مد يد العون وشهر التسامح وشهر الكرم. أول من يعني بادر كانت المملكة المغربية الشقيقة، وبقي أهل يعني الصياحات والشعارات الرنانة يبكون على مواقع التواصل الاجتماعي دون يعني فعل جاد أو فعل تجاه الإخوة الغزاويين. اليوم يعني المملكة المغربية أعطت صفعة، أنا أسميها بالصفعة، لجميع من كان بالأمس يعني هنا على المواقع يصيح وينبح ويعني يصف الإخوة بأبشع الأوصاف. أعطته المملكة المغربية اليوم صفعة على الوجه لكي يرجع إلى حجمه الطبيعي، ويدرك أن الحكومة المغربية والشعب المغربي لم يتخلى أبدا ولا في يوم من الأيام عن قضية المسلمين وعن قضية الأمة ككل، وعن مد يد العون للإخوة الفلسطينيين. وتشوفوا هذا فقط مختصر المكتب. نعم، شوف يوسف، أنا فقط أريد أن أستغل هذه الفرصة لأنبه أمر مهم جدا. نحن لاحظنا أن هذه الدول التي تحاول اليوم والشعوب أن تخرج من هذه الزاوية المغلقة وأن تنمي شعبها، وطبعا اليوم لا يمكن أن تنمي شعبك ولا يمكن أن تنمي دولتك إلا إذا كنت بلد منفتح، بلد واقعي، بلد يستعمل أساليب المتاحة اليوم ليتقدم بلده. رأينا أن هناك أنظمة ومقاربات فاشلة، ولكن تريد أن تغطي بفشلها بأن تنعت الآخرين أنهم مطبعين، أنهم صهاينة. يا إخوة الكرام، بالله عليكم اليوم انظروا في المواقع التواصل، انظروا عندما ترى مثلا في الدار البيضاء هذا الشعب الذي يخرج ويصلي التراويح بالمئات الآلاف، وتصفون، نجد بعض الناس يصف كل الشعب المغربي أنه متصهين وأنهم مطبعين وأنهم كذا وكذا. وهذا هو للأسف الشديد، نحن لا نريد أن ننخرط في هذا الأسلوب اللي في الحقيقة غير مسؤول. هذا كله، هذا هو في نفس الوقت نحن لا نرضى أبدا أن يسب أي شعب عربي، ولا نرضى أن يسب الجزائريون، ولا أن تسب الدولة الجزائرية. لم نفعل ذلك أبدا، ولم نشتم ذلك، ولم نشتمهم أبدا. على العكس، الجزائريون إخواننا ولديهم شهامة ولديهم غيرة، وهذا نحن متأكدون منه ولا يدخل منا الشك فيه. لنا نتحدث عن سياسة الحكام في هذه المنطقة وأسلوبهم في زرع الفتنة بين الشعوب وبين الدول. هذا هو الذي ننتقده نحن اليوم، ولدينا الحق أن تكون لدينا مقاربة ورؤية، ولدينا الحق أن نقيم النتائج التي نرى بأم أعيننا، نتائج واضحة، نرى مقاربة وأسلوب لا يؤدي إلا إلى الفتنة وإلى الفشل، ونرى في المقابل تفضل البعثي سيد أحمد ثم الجنرال. أهلا الأخ أبي طالب، حياك الله. رمضان كريم عليكم إن شاء الله لجميع المسلمين. فعلا لا انتهز الفرصة، وبما أنك درت بعض من الصور لضباطنا الأبطال رحمهم الله جميعا إن شاء الله، نعتبرهم فخر للمؤسسة العسكرية ولقواتنا المسلحة الموريتانية البطلة التي دافعت
عن حوزتها الترابية، والتي أرادت أن يعني تسترجع أرضها المشروعة، التي فعلا للأسف خلق ذاك اللي خلقوه. على كل حال رحمهم الله جميعا وحياك الله. وللتذكير نعم. بعض مثلا الأخ يوسف قال على النباط أن نتحداهم على أنهم يقولوا له عالم واحد صحراوي والله كذا. حتى أنا يعني في يوم شيء واحد نتحداك انا وياك يا البعثي، لين نتحداك انا وياك نقول لك اسامي موريتانيين كانوا علماء في المخيم يقروا الناس. على كل حال هذا السؤال خطير على كل حال، لأنه سبحان الله سؤال حد مني يرد عقله شوي ويرد هذا. لا بدال مثلا يعد عنده جواب. بالمناسبة بما أنك كنت قد نسيت هذه الشخصية العسكرية، لم أعطي صورته لأنه صورته هذه معلقة ورائي. هذا المرحوم الرائد جد ولد السالك رحمه الله، وكان أحد أيضا أبطال الجيش الموريتاني، وتوفي في حادث لا أريد أن أتحدث عنه، في حادث هنا على طريق بوتيليميت رحمه الله كذلك. وهنا كان وزيرا للداخلية الموريتاني بجانب الرئيس الموريتاني الأسبق المرحوم مصطفى محمد السالك، ووالدي رحمه الله العقيد محمد عبد القادر، وكان آنذاك هو قائد أركان الخاصة لرئاسة الجمهورية. تفضل إذا سيد محمد استحمل. على كل حال اسمح لي شوي كلمة واحدة. والله تفضل. داخلتي بما أن غدا إن شاء الله هو لا يعود 14 مارس، راني من هذا المنبر مرحمة على الضباط قدموا خدمة للبلد وحاولوا فعلا. هي محاولة، وربما تعود هي كانت محاولة وعقبتها مثلا عقبها نجاح، لأن عقب الحمد لله خلق مثلا عقب ذاك نفس الفكرة وخلق نجاح. فهمتني؟ صحيح. رحمهم الله جميعا، رحمه الله جميعا. شكرا. أرأي بالمناسبة بعدي ويوسف مناسبة أنا أسميها انتفاضة 16 مارس. رانا يوم 16 مارس سيكون لنا بث خاص عن تلك الحركة وعن تلك الانتفاضة وعن خباياها. فندور نعدل لها تقريبا يعني إشهار، وبالتالي أنتم مدعوون بما أنكم ما شاء الله تعرفوا التاريخ ومدعوون أن تعودوا هم الجلسة اللي تعودوا فيها لوضع جميع الأسئلة بدون أي يعني طبعا ما فهم أي شيء محظور. مرحبا، تفضل سيدي أحمد بيروك، تشحالك نورتنا. أهلا أبي طالب، رانا مسلمين عليكم وعارفين حالكم من خلال هاي المساحة. نبارك لك في رمضان الشعب الموريتاني الشقيق، والله يرحم الموتى ويدير الفائدة إن شاء الله في الحيين. ما الموضوع اللي يتكلموا عنه عن أول عالم موريتاني قالوا عبد القادر حيبلتي، كان في المخيمات، هو اللي قرر ذيك الناس كاملة اللي اليوم راهي فم عارف الشيء. وثانيا محمد علي ولد أحمد جدو راه مازال مخيم الداخله، واحد مولي من موريتان، والناس اللي كانت في المدارس اصلا كامله واساتذه جايين من موريتان. الين شافوا هما الشعب الموريتاني والناس المثقفه من موريتان ذيك هي اللي هجموا عليهم مجموعه بوليزاري، وعادوا يسموهم به الكريعات ويسموهم بياس المسايد. هذا الموضوع اللي كنتوا تتكلموا عنه ضيق، عن العلم اللي كامل جاي منه، واللي خالق جاي من موريتان ومن الاشقاء الموريتانيين. ومازال محمد علي ولد احمد جدو داير مدرسه مخيم الداخله، ومازال كانوا يعانوا ياسر معاناه، ودخلوا معاه ياسر من ناس هما غير ما قد ذيك البصمه اللي عند محمد علي ولد احمد جدو، واللي كانت عند عبد القادر الحيبلتي اللي جا هون للمملكه المغربيه وعقب توفى هون في اقليم الداخله. ذيك البصمه اللي عند رجال موريتان العلماء ديال موريتان ما قد تقعد عند قومهم هما، بهم هما قومهم فيهم عجله يسبقوا الحدث ويسبقوا ذا الشيء كامل بمشطاره، والشطاره دائما مولاها دائما تعود وفي العلم يعود ما يحصل شيء. ثانيا هاي المساعدات اللي تكلمتوا عنها اللي قامت بها المملكه المغربيه معاونه الشعب الفلسطيني الشقيق، وقام بها القوات المسلحه الملكيه تحت الرئاسه القياده الراشده لصاحب الجلاله والمهابه. هذه رد عليهم هم ورد
على الناس اللي قال بان روسنا هم في المواقع فلسطين فلسطين فلسطين. انت ما جبت لها شمعه ولا جبت لها امبول ولا جبت لها بكت من عالمت. انت فلسطين اللي شاد اخبارك من هكا. اليوم فلسطين فاصله في المعاونه، فاصله في التضامن، فاصله في حد يدخل عليها بسمه. وقطعا هذا الخير قامت به المملكه المغربيه تحت القياده الراشده في الوقت اللي فيه الابراد، واللي المنطقه كامله تعاني من برد شديد وتعاني من الجوع، ولا بد لها مشي تدفيه وشي توكل. وكان قاعد قلت شوف ذا اللي قدامه وذا اللي وراه. ونقولوا لاخواننا اللي دائما يدعوا بالقوه ويدعوا بالدعم ونحن عندنا، انتم يا اخوتي والناس اعطوهم قاعد لا شمعه، والله اعطوهم بطه مفاصلين يدهنوا بها ايديهم، والله امبولايه يدفوا بها رؤوسهم. هذا هو اللي مطلوب اليوم، وان شاء الله تعود القدوه لجميع الشعوب العرب وجميع الشعوب الافريقيه بذا الدعم اللي قامت به المملكه المغربيه. والمملكه المغربيه تشتغل تحت صمت. وهذه المؤسسه قال لها مؤسسه محمد الخامس مؤسسه كانت دائما تدعم في الاقاليم الجنوبيه في مناسبه رمضان في الازمات كامله اللي تخرج في البلد. واليوم سبقوا الشعب الفلسطيني الشقيق ولا عوض دخل علينا نحن. تايلين يدفى اخوك ويدخلوا شيء يعاني ولا عنده شيء عوض عنه لا دخلك انت. هذه رد للدول العظمى ورد للدول اللي تبرك على الازمات وتبرك على الناس الضعيفه وتم مشكل لها المكاتب اليوم رشفه من الشارع تشرب، مكاتب اليوم حليب له يشربوا يشير صغير، المكاتب اليوم فرماجه له يدمها يشير ويدفى جوف ويرقد في البرد. هذا هو الدعم وهذا هو اللي فاصل فيه الشعوب اليوم. اما الخطابات الرنانه والخطابات اللي على تبكي على عواطف الناس وعلى المسائل ما هي طبيعيه، اليوم راه الحمد لله شهدتوا في التاريخ اليوم هاي المساعده اللي قامت بها القوات المسلحه الملكيه يامس. هذه الطيارة اللي عندنا اللي لا موقفه واللي لا مقاريه، اليوم راهي زاد شي مشات لحقت مساعده لخوتنا، مشات لحقت لهم الحليب، مشات لحق لهم التمر، مشات لحق لهم الشعريه، تلحق الحر، تلحق لهم مارو. هذا الطيارير اليوم اللي عند القوات المسلحه الملكيه مرقوا من شي. اليوم مرقوا من شي دخلوا بسمه لاخوتنا ردنا على الجيران، ردنا على الناس اللي مطلوسه في المساحات اللي لا تشرم وتطرح عن الكلام. دحم البيروك والله تفاعلا معك اقولها مؤسف ان نشوفوا بعض دول الجوار يعني تنعت عضلاتها الجيران المسلمين، بينما المسلمين في فلسطين يتم اضطهادهم. لماذا ما تقوم هذه الدول وتبين عضلاتها وقوتها العسكرية أمام هذه الدول؟ يعني أسود علينا ونعامات على الآخرين. أريد أيضا أن أنبه إلى شيء مهم جدا، أريد أن ألفت انتباهكم أن القائدين الذين ترون هنا لديهم نفس الأسلوب في العمل، فعلهم أكثر من قولهم، يعملون بدون أصوات، يعملون. ولذلك ترى أن ما يتم إنجازه بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية من علاقات وكذا، ليس هناك حوله كثير من الأصوات. وكما قال صاحب أعتقد النيجر سان ترومبيت، يعني مبادرة كانت بدون عزف. أريد أن أقول لكم أن الرجلين كل منهما يحترم الآخر وعلاقاتهما طيبة. والذي يقول أنهم ليس هناك زيارة بعد، أنتم تعلمون أن اليوم سياسة حتى المملكة المغربية هذه المسرحيات والزيارات وكذا هذه ليست مهمة بحد ذاتها، هذه فقط إن تيسرت لها الظروف يمكن أن تكون، ولكن الدق الصحيح خدام التحت، الدق الصحيح خدام التحت، والعلاقات خدام. والدليل على ذلك أن يومين قبل ذهاب الوفد الموريتاني إلى تندوف كان والمحمد علي وزير التجهيز والنقل جالس مع نظيره المغربي يتحدثون في البنى التحتية الموريتانية والطريقة التي ستساعد بها المملكة المغربية في تجربتها في تطوير البنية التحتية. وكان أول، أقولها بالحرف الواحد، كان أول إعلان أعلنه وزير النقل الموريتاني أن المملكة المغربية ستبدأ بالدراسات بليزيتيد بريباراتوار لتحويل طريق نواكشوط إلى طريق سريع، أوتوريت بياج. وهذا هو الذي نحن ندور
احنا نداروا الشغله الحقيقيه، نداروا الامور على الارض، ما نداروا كثره الكلام وكثره افترنا من المسرحيات وسنفعل هذا من زمن ذاك المرحوم عبد الناصر. انتهى الامر، راينا كثير من يعني الكلام والشعارات. هذا اليوم لم يعد وقت الشعارات، هذه الدول الاوروبيه اليوم متقدمه، هذه الشعارات اللي نروحوا فيها اليوم واللي يمشي فيها شي ما يفهم من المال دي كاع ما تروحوا فيها. الفو ترافايي، يجب ان نعمل من اجل تطوير دولنا، من اجل تطوير الشراكات، من اجل ولذلك لا يتم ما لكم عالمين. انا اتعجب من دوله تقوم يعني بزوبه اعلاميه من اجل يعني 30 طن من البصل، وتقول نحن كاننا نحن في موريتانيا نحتاج البصل، او اننا في ازمه بصل، او اننا يعني في مجاعه. يعني هل سمعتم يوما المملكه المغربيه والمتحدث بالحكومه الموريتانيه يتحدث عن عدد الشاحنات التي تدخل الى موريتانيا يوميا من المملكه المغربيه؟ ما هنا، لان هذا شيء طبيعي، شيء يعني لا يحتاج الى كل هذه الزوبعه. لجنرال الإخوان صراحة أبي طالب والإخوان كامل كل واحد باسمه شيء يتلو الصدر والطبيعي جدا. يعني هذا الشيء اللي سمعته في الطبيعي ما خصوش يفرحني وما خصوش يحزنني، لأنه خص يكون هذاك هو الطبيعي. يعني أنك تشرب الماء فإنك لم تخترع العجلة، فما تقولونه في الطبيعي خصنا تكون عادي. ولكن بما أننا في هذا العالم الحالي فشيء يصيب بالغبطة وبالفرح. علاش؟ لأننا احنا من تربيتنا وربي شاهد يعني، ونحن في هذه الأيام المباركة لا نرى في الإخوة الموريتانيين إلا امتدادا لنا ونحن امتداد لهم، بعيد على التعريفات السياسية. وهذا كل بلد وعنده سيادته الخاصة ونحترمه، لكن السيادة والسياسة والقيادة نحن لا نرى فيكم إلا امتدادا لنا، ولا نرى نفسنا إلا امتدادا لكم. ومن قال غير هذا فهو جاهل أو متحامل. أنا غادي نحترم اللايف ديالك ولن أصل النظام في الجزائر إلا بوصف واحد، ولن أتعداه. أن أكبر عدو وهذا أنا مؤمن به إيمانا راسخا وسألقى الله به، أن أكبر عدو لشعوب المنطقة برمتها هو النظام الجزائري. لكن أنا لا أحفظ لبومدين شيئا أكثر من واحد القولة التي أراها أنه صدق. رحمه الله، نتمنى له الرحمة. يعني في كل الأحوال أدعو لأمواتكم بالرحمة. أنه قال شيء، هذه القولة هي صدق وهو كذوب، لكنها قولة من ذهب. في أحد مؤتمراته شي واحد من ديك الفانتازيا الخطابية اللي كان يدير، واحد من الحاضرين أراد أن يسب المغاربة فأوقفه، قالوا لا تسب المستقبل، لا تسب الشعوب، لا تسب المستقبل. صراحة هذه نحفظها له إن كانت له حسنة، وأرددها على لسانه، لا تسب المستقبل. جنرال سأقاطعك شيئا ما هنا، لأنني أنا مثلك متابع لما يقع. أنت تعلم في أي سياق قال المرحوم بومدين لا أسب المستقبل؟ قالها مرتين. تعرف علاش قالها؟ قالها تمنيا منه أن الجيش المغربي يأخذ الحكم في المملكة المغربية. شوف أنا نعطيك واحد، شوف هذه كذبة كبرى، وأنا أعطيك الدليل أنها كذبة كبرى. أن بومدين لم يكن يريد أن لا شوف، أنا ممكن أن أسمعك إياه. قال نثق في قوات السلاح الملكية، قال بحرف واحد. سمعته لا بس أنت اسمعني. هو ممكن لا سمعته عارف بدون غير ما تسمعني، عارف انه قالها في 1974.
لكن انا غادي نقول لك ماذا قال للشاه في مكالمه بعد الانقلاب ديال 72، ونعطيك المرجع، والمرجع موجود في الانترنت وفي PDF. هو غادي تمشي الكتاب، اسمع هذا نعطيك المرجع بالحدود. غادي تمشي الكتاب ديال رئيس ديوان الشاه سميتو أسد علم، عنده مذكرات اسمها شنو سميتها الشاه وأنا. أسد علم، الشاه وأنا، والكاتب سميتو أسد علم. هذا كان كيكتب كل نهار. هذه المذكرات موجودة في مكتبات المغرب؟ هذه موجودة في الانترنت، تقدر تيليشارجيها في الانترنت، ولا نبعثها لك PDF، او نبعثها لك موجودة PDF في الانترنت. يعني مش هذا مرجع. ماذا قال لبومدين للشاه بعد الانقلاب ديال 72؟ اتصل بومدين بالشاه. وبعد نعطيكم الكونسيبت ديال الكتاب الى سمحت لي. الكونسيبت ديال الكتاب ان اسد علم كان كل يوم يكتب مذكرته اليوميه ويبعثها الى جنيف في خزانه سريه. كان مصابا، وبدا هذه الكتابه منذ ان علم باصابته بالسرطان، واوصى زوجته بان ينشر هذه الاوراق بعد وفاه الشاه ب6 سنوات، لانه عارف راسه بانه كان غادي يموت في القريب. وفعلا هو مات في 78، والشاه أطيح به في 79، وزوجته لم تنشر من هذه المذكرات التي كان من هذه الأوراق اللي كانت فيها 8000 ورقة، لم تنشر إلا 5000 ورقة تقريبا في سنة 1994. فماذا قال بومدين للشاه آنذاك؟ قال له يعني أن على الانقلاب ما شنو كاين. قال له أنا كان في الانقلاب درت الجيش ديالي في تأهب، في حالة ما استولى الجيش على السلطة كنت سأدخل إلى الرباط من وجدة. بهذا يعني بعطيك بالحرف، من وجدة. علاش كان غادي يدخل؟ طبعا لمواجهة الجيش المغربي في التراب المغربي. هذه أنا لما قرأت هذه المعلومة قلبي ارتجف، وحمدت الله أن الانقلاب لم ينجح. لو كان الانقلاب قد نجح وبومدين طبق خطته وبلغ الحلم الذي كان يراوده طوال حياته، هو أن يسير حربا بين المغرب والجزائر داخل الأراضي المغربية، كانت ستكون الكارثة. كنا غادي نوليو بحال لبنان. يعني كان الجيش سينقسم يعني بين موالي للحسن الثاني وبومدين، وكنا سنصحو ولا سنكبر. يعني نحلوا علينا احنا جيل الثمانينات، كنا سنحلوا علينا براجات، يعني نقط تفتيش جزائريه في خميسات وفي وجده وفي الناظور. يعني مثل ما كان جيش الاسد في لبنان، لاصبح المغرب لبنانا او لبنانين او 3 لبنانات. فهاد الخطه ديال بومدين او تمنيه كان اخطر من ان يتمنى او يدعم ان الانقلاب ينجح. هو كان ضد. ونزيد قضيه اخرى، لانه الجنرالات اللي كانوا غادي يحكموا المغرب لم يكن من مصلحته اطلاقا ان يحكم الجنرالات المغاربه المغرب. علاش؟ لانه اولا المغرب كان عنده اقوى قياده اركان في افريقيا على الاطلاق. لما تجي تقرا السيفي يعني بالسيره الذاتيه لكل جنرال من الجنرالات اللي كانت في المغرب، ليست هناك دوله اجتمعت في قياده اركانها هذه السيفيات ولا هذه السير الذاتيه لهؤلاء القوم. الحاجه الثانيه ان اغلب الضباط او الجنرالات الجزائر المغاربه اشتغل تحت امرتهم القيادات العسكرية الجزائرية في الحرب العالمية الثانية وفي حرب الهند الصينية. نعطيك مثلا، نعطيك أعلى رتبتين. أحمد الشريف اللي كان أول قائد أركان للدرك الجزائري، وعندك مولاي عبد القادر شابو الذي كان وزير الدفاع الفعلي، لأنه كان وزير الدفاع هو بومدين، وهو كان الكاتب العام لوزارة الدفاع. هادو بجوج كانوا تحت إمرة الجنرال أفقير لما كان ملازم ولما كان قبطان في الحرب العالمية الثانية، كانوا تحت إمرته. ونفتح القوس كان تحت إمرته كذلك بوضياف وبنبلة في فرقة الروماة أو التيرايور في الفرقة المغربية الرابعة في الحرب العالمية الثانية، وبالخصوص في معركة مونتي كاسينو.
يعني ان نعطيك مثل بعد هذا مولاي عبد القادر شابو. مولاي عبد القادر شابو لماذا اغتيل في 21 ابريل 1971؟ اسقطت طائرته في خميس الخشنه. لماذا؟ لان مولاي عبد القادر شابو اصلا الذي فرض ان يعين في مرتبته هو علاقته بالجنرال أفقير، لانه كان صديقه الحميم. وذكر هذه العلاقه، ذكرها الشاذلي بن جديد في مذكراته التي نشرها عبد العزيز بوبكير في 2011 في جنازه مولاي عبد القادر شابو التي حضرها الجنرال أفقير كوزير للداخليه في ذاك الوقت، انه ارتمى على النعش ديال مولاي عبد القادر شابو وبدا يبكي كالطفل. يعني الى ان الشاذلي بن جديد حسب روايته انه تخلع. واش هذا هو الجنرال أفقير المعروف؟ يعني كمثل الطفل يبكي. كانت بومدين كان يتوجس كثيرا من العلاقات، ماشي غير ديال أفقير، ديال بدريس بن عمر وديال الجنرال حمو وديال كانت عندهم سيطره، خصوصا وزير الداخليه احمد المدغري الذي كان يعتبر أفقير عرابا له. فهذه المساله اللي الرائجه هي فقط من الاخطاء الشائعه او بالتكرار يصبح الوهم حقيقه اطلاقا. مثل بحال اللي كيقول لك مثلا ان الانقلاب الاخير كان بدعم من فرنسا. بالعكس، لم يكن بدعم من فرنسا، كان بدعم امريكي فعلا. يعني هذه المساله موجوده واقرها الشاه في هذا الكتاب. وإلا بغيت تدخل المذكرات هذه تقدر تمشي، لانه كيكتب باليوم. يعني ما تمشيش ل 16 غشت، غادي تمشي اليوم اللي غادي يكون فيه 22 نوفمبر، يعني نوفمبر هو كيمشي بالتراتبيه. نعطيك التدقيق غير باش نرجع لواحد القضيه اخرى في التاريخ اذا سمحت لي، وهي مرتبطه بالعلاقات المغربيه الموريتانيه، وغير مذكوره في التاريخ، ان كان هناك تواجد عسكري مغربي في موريتانيا، في بلاد شنقيط ولا في موريتانيا، في نواكشوط. ونعطيك حتى اسماء الافواج العسكريه والفيارق العسكريه ومن كان قائدها في نواكشوط وفي نواديب وفي تير الزمور وفي الزويرات. كان تواجد عسكري مغربي. أنا نعرفه جيدا. لا بعرف. والانسحاب لما صار الانقلاب على ولد داده رحمه الله، وهو رجل من الرجال الذين نحفظ لهم نحن المغاربه يدهم البيضاء على العلاقات المغربيه الموريتانيه رغم ما شابت الشوائب التاريخيه بدون ان نذكرها. المغرب لما راى بانه في اللحظه التي قالت موريتانيا او التي قررت السلطات الموريتانية أنها لم تعد تريد تواجدا عسكريا مغربيا في موريتانيا، لم يكن هناك نزاع، ولم المغرب تفادى أي مواجهة، وجاء قرار عاجل من القيادة ومن الملك الحسن الثاني بشكل مباشر. ولا بغيت نعطيك حتى تفاصيل هذه العملية، أن الانسحاب، حتى أنه بعد الجنود يعني قطعوا التري ديالهم ورماوه في الأرض، لأنه جاهم أمر بالنفاذ بدون نقاش أن الانسحاب من موريتانيا اليوم، وانسحبوا اليوم. يعني لأنه ما مستحيل. عندي كل أخي الجنرال ممكن نخصص حلقة لذلك، لأنه عندي مذكرات المرحوم تخص كل هذا، وأعرف الظروف التي تم سحب يعني القوات الملكية من موريتانيا بطلب رسمي من المقدم محمد خلو العدالة، الذي طلب أن تغادر يعني القوات الملكية المغربية الأراضي الموريتانية بعد أن ساءت العلاقات. موضوع طويل. غير نقطة أخيرة ما نزيدش، يعني 30 ثانية فقط. غير بالنسبة للتدشينات ديال الخط ديال نواديب وديال الخطوط الكهربائية اللي راح يكون الربط بين موريتانيا والمغرب، وقد رفع الميزانية ديالها من 600 مليون درهم ولات مليار و400 مليون درهم. المغرب المشروع الذي يدشنه الوزراء ما غاديش نجيبوا الجنرال ولد الغزواني والملك انهم يدشنوا مشروع غادي يدشنوا جماعه بلديه، رئيس جماعه بلديه ولا وزير. اللي راح غادي يدشنوا وزير. والمشاريع الاستراتيجيه الكبرى التي تهم البلدين الشقيقين، ديك الساعه الا كانوا غادي يجتمعوا عليها رؤساء الدول
هذيك تكون فرحتين. وسمحوا لي بزاف على الاطاله، ربما اخذت اكثر من حقي، والسلام عليكم. نعم فعلا. شوف، المشاريع المغربيه الموريتانيه كبيره وهيكليه، وكما قلت حتى انه الدولتين لا تقوم حولهم بكثير من كما يقال الزخم وكذا وكذا. ذكرت مشروع الكهرباء، كانت هناك مشروع كذلك الانترنت، واريد ان اذكر ان كل هذه المشاريع لها امتدادات الى يعني افريقيا جنوب الصحراء والى دول الساحل. نفس المشروع تم تمويله واعتماده في موريتانيا لربط موريتانيا بمالي بشبكه كهربائيه قويه. كذلك في البنيه التحتيه ولله الحمد، وهذا يعني من المشاريع التي انا كنت احلم بهم، هو ربطنا بالسنغال عبر يعني أبي طالب، نحن نحيي طريقنا التاريخي، طريقنا نحن المغرب وموريتانيا، لدينا تاريخي مشترك. صحيح، نحن هو طريق الملح. طريق الملح، لا عقل على هذا الاسم واحسبوا علي أنا. هناك مشروع طريق الملح والذهب. إذا كانت الصين تحيي طريقها التاريخية، طريق الحرير أو مبادرة الحزام والطريق، فنحن وموريتانيا نحيي طريقنا التاريخي الذي هو طريق الملح والذهب، سولت اند جولد رود. يعني تفضل. هذا طريق الملح، شوف هذا طريق الملح والذهب، هذا انا اخذته من اجدادي الذين كانوا في الخمسينات في سان لوي وفي روسو موريتاني وفي روسو سنغال. كما قلت هناك امور، وهذه الامور هي التي ابني عليها انا النظره المستقبليه. اذا كما قلت هذا الجسر الذي سيربط موريتانيا بالسنغال، روسو موريتانيا بروسو السنغال عبر جسر، وبالتالي تكون يعني الطريق قد وقعت لها تلك الانسيابيه التي نحلم بها وحلم بها كذلك الجيل الاول من موريتانيا، وهو ان تربط الثقافه الغربيه بالثقافه الافريقيه والعربيه والاسلاميه، وتكون موريتانيا هي مهد هذه او لقاء هذه الحضارات، وكذلك لقاحها، وكما قال المختار دداد دون ان تكون متعارضتين ولكن بل متكاملتين. اسمح لنا محمد فهد، طولنا عليك. اهلا وسهلا، تحياتي لكم جميعا وصحة فطوركم. لا ما شاء الله، الملاحظات اللي كانوا عندي والله التعقيبات اللي كانوا عندي تقريبا جاوا عليهم الجماعه. اولا تحياتي لك بعد في هذه الليله المباركه وهذا الشهر المبارك اللي ذكرتنا بهذو الابطال باش نترحموا عليهم، راجي لهم ان شاء الله الرحمه والغفران وجنه الرضوان، ونذكروا امجادهم ونذكروا كيف كنا نعتزوا بهذا الوطن ونعتزوا بهذا الرجال من اسماء واسمائهم. وبطبيعه الحال على انه هذو الرجال لا هي يسميهم بالسوء لا حد سيء. صح. لا يسميهم بالسوء لا حد سيء، وبالتالي نحن نعرفوا القول اللي قال على انه الى اكثر النبيح هذاك معناها انك اوجعت الكلاب. انا اتذكر في هذا المجال على انه وفاه المرحومه وفياه المعيوف، كنت ساعتها في جنيف. نعم والله كنت ساعتها في جنيف، واتذكر على اني كتبت مقال تأبيني في وفاته، وذكرت فيه بعض مناقبه هو وجيله، ذكرت بعض الاسماء منهم والدكم انتم رحمه الله عليه، وذكر على اني ذكرت منهم مجموعه فيها محمد لك حل طولها بينه وبيه. المهم على انهم جماعه يستحقوا منا دائما انتم نذكروهم، الحمد لله اللي ذكرتنا بهم الليله ترحموا عليهم. هذا ما يتعلق بالتقديم اللي قلت. فيما يتعلق بقضيه العلاقات ما بين شعوب المنطقه اللي تكلمتوا عنها في بعض جوانبها، لا نقول فيها هذا اللي قلته، نكرر فيها هذا اللي قلته، على انه بالنسبه لنا احنا كموريتانيين اعز علينا شعوب الارض طبعا هم ذي الشعوب اللي ننتموا لها، واعز علينا هذه الشعوب هو اخوتنا وجيراننا المغاربه والجزائريين، باش نتكلم عن شعوبهم، وكلهم عنده صفات قطعا على انها تخلي الواحد يعتز على انه تربط بهم علاقه. فالجزائري والمغربي مثلا من تكون خارج الوطن، تكون مثلا
خارج منطقتنا بطبيعة الحال المغربي والجزائري لا يتراهم جنبك، لا يتراهم جنبك لا تشترهم. وبالتالي معناها على أنه نظرتنا للشعوب، الشعب المغربي والشعب الجزائري نظرة الخوه. وأنا يعجبني كثيرا أسلوب المغاربة بشكل عام بالتعامل مع إخوتهم الجزائريين، لأنه نادر أنك تسمع مغربي يقول ما هو خاوتنا، ونفس الشيء الجزائريين يقول لك المغاربة خاوتنا، وحتى نحن نقولوا خاوتنا لأنهم خاوتنا. طبعا فم تفاضل على كل حال، فم تفاضل. وهون هذا يدفعني للسؤال ونخلص به الحديث عن العلاقات ما بين الأنظمة أنفسها. السؤال: لماذا مثلا أخوتنا الجزائر في الحكم الجزائري، الحكام الجزائريين، ما تعود تعاملهم مع موريتان كيف تعامل المغرب معها، رغم العقدة التاريخية اللي أراد البعض أن يلصقها بموريتانيا فيما يتعلق بعلاقتها مع المغرب، واللي تم تجاوزها من كلا الطرفين. رغم ذلك نرى الحكام المغاربة يتعاملون مع موريتانيا معاملة الند، ولا أدل على ذلك من الحدث التاريخي اللي مازال يذكره الجميع، مازالوا يذكروه الأصبياء اللي خلاقه يامس، وهو أنه جلالة الملك محمد السادس يتصل بالرئيس الموريتاني في حادثة معروفة ليعتذر له عن كلمة أو كلام قاله أمين عام حزب، ثم يوفد رئيس الحكومة إلى الرئيس الموريتاني في مهامه تيرس ليعتذر للشعب الموريتاني من خلال رئيسه. أعتقد أنه هذا ينم عن حكمة وينم عن تبصر، وينم على أنه هذا الحكام وهذا الملك على أنه هذه العلاقات بين موريتانيا والمغرب يعني مؤمن بها إيمان راسخ، وإلا ما كان تعامل معنا بهذا. في حين أنه في الطرف الآخر نحن نشوفه في وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية تنمر على موريتانيا، تنمر على كل ما هو موريتاني، إلى درجة أنه نحن نذكر أحداث الكان الإفريقي على قنوات تلفزية ينقال على أنه حتى موريتانيا، بل أنه بعض النشطاء يقول لك تأكلون الغلة وتسبون الملة، وأنا لست أدري أي غلة أكلناها الجزائر، ماني عارف. هذا السؤال وضعته وقلت أنني شوف أنا نقول لك بالأمانة محمد فال، هو ترى كل الشعب عنده شيء فهم يبقى معاه. مع الأسف الشديد أنا طلعوا معي كثير مرات إخوان الجزائريين وسمعت تصريح، هم يظنون أنهم يصرفون علينا أو أنهم يعني يعطونا الشيء والله فهم. قلت له يا أخي إحنا ما تعطونا الدراهم ولا إحنا لله الحمد دولة قائمة ولديها مواردها، ويعني في الحقيقة قائمة بنفسها. هما شفت فيما يتعلق بعلاقاتهم معنا، وهذا ما هو من اليوم، يعني قديم. ذيك النظرة الدونية صعب على أنها تجتث من عقولهم. هم يقولوا أكثر من هذا، هناك أحداث معروفة يدعوا على أنهم هم الفاعلين فيها. نعطيك مثال: تأميم ميثفرما، هم قالوا على أنهم هم مأمينهم على أنه جيشهم كان على الحدود ومستعد يتدخل، وهذا هون فيه مفارقة، أنه الدستور الجزائري يمنع على الجندي الجزائري أن يخرج خارج الحدود، مع أنه من المعروف أنه قضية التأمين على أنه الأموال الكويتية هي اللي يخلصوا المساهمين، وبالتالي صبحت شركة موريتانية ما للجزائر فيها دخل. زيد على هذا أنه كل المشاريع التي أقامتها الجزائر في موريتانيا، كل الجزائر كلها كانت كل المشاريع كلها كانت مشاريع ارتجالية، كانت عبارة عن ردات فعل ينظرون غربهم اللي عدل جارهم في الغرب خصهم هم يعدلوا مثله، ولكن هم مع قصر نظر مشاريع ردة فعل. نقبض الأمثلة، مثلا قضية المصفات اللي كان المفروض على أنها تم تصفي النفط يجي خام وتصفيه، وبالتالي لا يعود سعره منخفض، وهذا ينعكس على القوة الشرائية للمواطن. رأي كان لرويف نواذبو
شوف مثلا الشركه الموريتانيه محمد فهد، الجزائري للصيد. محمد فهد، للأمانة أقوم بشهادة أنني شخصيا من 1999 إلى 2004 كنت المسؤول التجاري لشركة ألف ليراك ستار فنوادين. أنا مدرب، وفعلا كنا آنذاك نتعامل مع المصفاة الموريتانية، وكانت معطية الشركة جزائرية معروفة ينقال لها نفتال قد صحيح، وكان العقد هو أن تشتري النفط الخام ويتم تكريره بالمصفاة الموريتانية ويتم بيعه للموريتانيين، وفي الأخير يعني أهملوا المصفاة وعادوا يشترون من البحر المواد يعني المكررة ويبيعوها لنا كأي هذا. إنين عاد فشلت وتم فسخ العقد معهم. وأبعد من ذلك كانت أيضا الشركة الثانية اللي قال لها نفتك، وحد كامل يعرف نواكشوط يعقل عليها قبل 10 سنوات على أنها كانت عند ستاسيوهات، وعاد بتم اللي فشلتهم وقبل شراتها توتال وقبضت ستاسيوهاتها كاملين اللي قال لها نفتك. هذو الشركتين معروفات، إلا أن نفتك في الجزائر تقوم بالتكرير ونفتل تقوم بالتوزيع. يا غير من جاو الموريتاني انعكس الدور، وبالتالي الشركات الثنتين فشلوا في شراكاتهم مع موريتانيا. هذا نقول لك أنا كشخص بدأ يعني حياته المهنية في المجال الهيدروكربير، المجال يعني النفط. هذا كذلك بين تشوف مثلا الشركه الموريتانيه الجزائريه للصيد حتى هي آلت إلى الفشل، معناها على أنه كل مشاريع ارتجاليه، كل مشاريع إن شاء الله طريق نواذب ونواكشوط يعود ذنبته إن شاء الله محتاجين والله لا محتاجينه، ويلطوا لأنها طريق دولية، يستعملها الناس كاملة. إذا كيف قلت على أنه هناك فرق مهما كان هم أخوتنا كاملين، ولكن هناك فرق فيما يتعلق بالتعامل مع موريتانيا، هناك فرق كبير. ثم أنه في مجال الاستثمار ما في مجال المقارنة، في الاستثمارات المغربية تكاد أن تكون في القمة اليوم في موريتانيا، مثلا على مستوى البنوك، على مستوى الاتصالات، حتى وصل القطاع الغير مصنف اليوم المغربي متغلغل في السوق الموريتانية، يكاد يكون مسيطر على السوق الموريتانية. وبالتالي معناها على أنه نحن مشكلتنا هو المجاملة، نجاملوا. سامعينك. نعم. مشكلتنا هو المجاملة، والدول لا تقوم على المجاملات ولا على العواطف، تقوم على المصالح. لا شك أنه إلى حد اليوم مصالحنا مع المغرب أكبر بكثير من مصالحنا مع الجزائر، ونتمنى أنه تكون هناك منافسة شريفة بين القطبين، باعتبارهم دولتين محوريات في المنطقة، وباعتبارهم دولتين يعني إقليميات وعندهم إمكانيات. المغرب عنده الثروة البشرية وهي الأساس، الثروة البشرية، وعنده الفلاحة. الجزائريين عندهم النفط، دولة تعوم على بحار من النفط والغاز. راجل إن شاء الله على أنه ندورهم يديروا لنا اسمه أنبوب للغاز والنفط ويتم يمشوه لنا إلى هذا هو اللي ندوروا وركاتيه. أعتقد أنه قالوا البيضان عن شيء ما شاف أول القصة ما يجي في عقابها. موريتانيا هي والجزائر متناتجات تقريبا 60 و62، ومن ذيك الساعة نحن نسمعوا وما زلنا نسمعوا إلى حد الساعة الدور الاقتصادي والاستثماري للجزائر في موريتانيا، ولم نرى شيئا. بالمناسبة هذه الصورة الناشر هي الصفحة الأولى لجون أفريك في 1976، والعنوان Comment le Polisario a failli prendre Nouakchott. هذا فقط أردت نشره لأنني يفهموا، وأعطى فيه معلومات كاملة بما فيها معلومات وفاة الولي مصطفى السيد رحمه الله، اللي يقولوا لنا ما يحق ولا كان وكذا وكذا. هذا تحقيق قوي جدا ومعدله أعتقد الصحفي التونسي
نسيت اسمه، لا ما دون ذكر اسمه، معدل تحقيق عبد العزيز دحماني. نعم عبد العزيز يا دحماني. دحماني والله نعم ومعدل هو رئيس تحرير. سي ابي طالب، واش عندك المعلومه ديال الاجتماع اللي ترأسه بومدين حين تقرر اغتيال مصطفى الولي؟ لا شوف كان le général, je sais qu'il y a beaucoup de versions, ولكن non, c'est la dernière version. شوف ما يتعلق أبي طالب، أبي طالب ما يتعلق بهذه النقطة اللي أثارها، كيف قلت أنت فيها عدة نسخ. أنا شخصيا تكلمت مع ناس اللي كانوا في الوحدة اللي كانت يالتها، والله واحدة من الوحدات اللي كانت يالتها تدعم وحدة الولي اللي تقدمت شورى نواكشوط، وفي النهاية واعترفوا بها. في النهاية جاهم الأمر بالانسحاب، بدل من أنهم كانوا يالتهم يدعموه جاهم الأمر بالانسحاب. ثم أن هناك بعض القرائن وراه كتب عنها أستاذ تاريخ موريتاني، وبعض القرائن القوية جدا على أنه الولي تم تصفيته. أنا مقصود تصفيته لأنه شاب الجزائري عنه ما هو رجلهم. محمد فار يا إخوة الكرام، أنتم موريتانيون. الولي مصطفى السيد والجماعة اللي كانت تدخل نواكشوط ذم حد أخبر من قائد قوات الجوية الموريتانية اللي علق فوق راسه كدير واللي جاب معاه، حاني نقول لك، واللي جاب معاه ويعني جثمان الولي مصطفى السيد في طائرته إلى قريب، وصور ما عندنا. خالق ياسر من الكلام من أجل كذا وتصفيته من كذا. الولي مصطفى السيد أنا ذكرت القضية لا لأنه لا اسمع عنه خالق انت فيرسيون. على كل حال ابي طالب كيف ما قال لك الاخ احمد فالا، لان هي عمليه انتحاريه، لان حد قام ماشي مطرطق واحد نواكشوط قدام الرجال عن جعله لا مضحي براسه. لا شفت يا اخي الكريم، اسمع اخو الكريم، هذا اللي نقول لكم يلا تعرفوا جيدا. هذا كان في بدايه يوليو، عمليه بدات 6/7 الشهر السادس 1976. الحرب بدات ديسمبر 1975. نتحدث عن 6 أشهر بعد قيام الحرب. الجيش الموريتاني ما زال ينظم نفسه، ما زال لم يعني يتم مثلا إمداده وتدريبه بشكل يستطيع أن يدافع عن كل هذه الهجمات، أن يدافع مقابل قوة مدعومة من تقنيات ومن جيش اللي هو الجيش الجزائري. إذن الولي مصطفى السيد اليوم نقول عملية انتحار، ولكن كان قناعته، كان عنده خطة ونجبروا معاه التواقد، كان عنده خطة أنه سيدخل في نواكشوط ويسيطر على الوضع. وكيف عدلت ألمانيا مع فرنسا دخلت ونصبت الجنرال بيتان في الحكم، وكان هذا بكل تأكيد وكان ينصب أحمد بابا مسكين. كان بالتواطؤ أنا جبت هذا. إذا لا يقول لحد أنه تم تصفيته، يعني أنه كأنه هو صفاته كما يقال المخابرات الجزائرية. لا، الولي مصطفى السيد تم التصدي له على مشارف نواكشوط من القوات الجوية والبرية الموريتانية وقتلته. لكن لا فيرسيون ديال موريتان انفو، شوف لا فيرسيون ديال موريتان انفو ونشرتها هذه صحيفه موريتانيه. لي جينيرال قال لك نعم تفضل. ولا جنرال معك كنسمع دو بليس مرة أخرى. أنت تقول لي نواكشوط انفو جريدة موريتانية نعرف كذا، وأنا أتحدث لك je te parle des mémoires avec sa propre main du chef des forces armées, du chef de l'armée de l'air mauritanienne qui a dirigé l'opération. Le colonel Kader. Bien sûr. وje te parle من شيء حقيقي، من جثة الرجل الموريتاني، والجيش الموريتاني هو اللي قتله وتصدى له قتله. أبي طالب هو ميدانيا لا خلاف على اللي قلت،
انا قلت انت عن فهم نسخ منها، فهم عده نسخ. النسخه قلت لك المتداوله هي على انه الجزائريين شافوا عنه وعن الخطه كانت موضوعها هكذا فعلا، على انه لا يحتلوا القصر الرئاسي، لا يحتلوا نواكشوط، ولا ينصبوا احمد بابا مسكه رئيس لموريتانيا. هذه هي كانت الخطه. الفيرسيون انا ذكرتها لا لانك ذكرت دي فيرسيون على انه ربما الجزائريين شافوا على انه عندما تقولون انا عندي اسئله، تقولون تم تصفيته من من؟ ايوا بسم الله، من؟ نقول لك من خليني نعطيك لا فيرسيون ما غاديش نقولوا انها طبعا حسب ما قرانا، يعني ماشي بالضروره ان هو يقول لك ان هناك وثائق سربت من طرف عائله قصدي مرباح الذي كان الذي كان مدير المخابرات الجزائري انذاك، محمد خالف. فكان اجتماع الذي ضم هواري بومدين، محمد صالح الحياوي، قصدي مرباح، سليمان هوفمان الذي كان مسؤول عن مستشار الرئاسه، مسؤول عن دعم الحركات التحرريه وطبعا بوليزاريو فقط، وكان واحد سميتو يوسف عطايليه. الرائد يوسف عطايليه هو الذي نفذ الذي امر بتنفيذ العمليه. فالسبب انا نقول لك لا فيرسيون، لا فيرسيون ما كنقولش اي عمليه تصفيته هو. انا غير فقط شنو هو الذي حكي في موريتانيا انفو. انا كنقول لك هذا فقط، ما كنتش حاضر معاهم، فقط انا الذي قرات. وطبعا انت موريتاني وانت ادرى ببلادك. انا اعطيك لا فيرسيون وانت تقدر تصححها. فقيل بأن السبب هو أنه الولي مصطفى السيد ذاق درعا من صراعات ليبيا الجزائرية على البوليزاريو، لأنه القذافي اسمح لي شوي. أنا الكونتكست بوليتيك وش أنا ما نتحدث عنه نعرفه. نحن نتحدث عن لوبيراسيون اللي توفى فيها الولي. انا ما عارفش لوبيراسيون، انا كنعطيك لو كونتكست. شوف لا يتخلط عليكم شيء. ابي طالب اسمح لي حق الله ثانيه. شوف هذا ما فيه تضارب يا ابي طالب. هو عمليه ميدانيا هي اللي انقلت انت، وهو اللي قلق على التاريخ، هو اللي وقع لانه كادر الله يرحمه هو اللي جايب جثمانه. معناها على انها يعني من ناحيه العمليه هذا هو اللي وقع. غير في الكواليس هو اللي يرتد في الكواليس على انها العمليه مقصوده وخطط بهذا الشكل، على انه هو ماشي لا يحتل نواكشوط ولا ينصب احمد بابا مسكين. هذا هو اللي على وجه. غير في الكواليس القصد منها التخلص منه. علاش؟ لانه خارجين وحدتين صحراويات، وحدتين من بوليزاريو، وانا نعرف واحدين منهم نديرك على اتصال بهم من الوحده هذه. تموا لين بدل منه كان يالتهم يلتقوا وانسحبوا وراعين بالتيلي. اذا عنه العمليه ما فيها تضارب، هو من ناحيه العمليه ذا هو اللي انقلت انت يعني، وذا هو اللي قال الواقع. غير في الكواليس يقال بانها مقصوده مخططه بهذا الشكل لكي يتم التخلص من الولي ومجموعته فقط وإلا. هو هذا الشيء اللي نستعمل كنا صحيح. تفضل. شوف يا اخوان الكرام، وهذا فضل الله. شوف فضل الله هذا كتيب كان قد خرج بمناسبة 50 استقلال موريتانيا، ويتحدث عن جزء كتاب الأبيض. لا مو كتاب الأبيض، هذا كتاب هذا على حياة المرحوم العقيد محمد بن عبد القادر، ويتحدث عن جميع يعني العمليات حكما اللي دخل فيها. الآن تذكرت الآن كان موجود في جنبي، ولين نقرأ عليكم ترجمة بالضبط ما كتب بسرعة فيما يخص عملية احتلال نواكشوط. ويقول الكتاب 8 يوليو 1976 حاولت جبهة بوليزاريو احتلال نواكشوط. تدخل الرائد، وذاك الوقت الرائد عبد القادر على متن طائرته في التونسي وكتب، شوف هذا جابوا هذا الآن الكدر واليروي، قال: تعرفت على فيلق الملازم الأول للنول عبد المالك، وذلك بفضل ألوان سيارته التي كانت متناثرة على ما يبدو بشكل لا إرادي. لم أتمكن من ربط أي اتصال بيني وبين هذا الفيلق. عندئذ قمت بالهبوط على الطريق بالقرب منه كي أحصل على المعلومات الدقيقة حول الوضع.
قام الملازم بن عبد الملك والنقيب صو الذي التحق به لحظات قبل هبوطه بإعطاء شروحات سريعة بأن العدو يحاول محاصرته ويمنعه من إخراج سياراتهم التي كانت قد توغلت في الرمال، فأقلعت مسرعا واستدرت في منعرج ضيق في اتجاه العدو الذي ما لبثت أن شاهدته لقد قام بنشر قواته في سبخة أم التونسي محاولا مناورة حصار لفيلقنا الذي كان متوقفا على الطريق. عناصره الأمامية لم تكن بعيدة من الخطوط الأمامية الصديقة. قمت إذن بتحييل هذا العدو من خلال التركيز على حشوده وإمداداته. كانت المفاجأة حاسمة. اتصلت مباشرة بعد ذلك بقائد الأركان حيث أطلعته على الوضع. يقول لقد كانت هذه العملية واحدة من العمليات في نزاع الحرب الصحراء المقدامة، فقدت جبهة البوليساريو وزعيمها التاريخي مصطفى الولي السيد تعقبه بعد أن تعقبه وقتله الطيران في أم التونسي على بعد 80 كيلومتر شمال نواكشوط. هذا بعض سبحان الله. أبي طالب واحد سؤال إذا كان ممكن. نعم، ولكن هو داخل وخارج السياق. هل يمكن أن نسمعك في لايف تتحدث، لأنه أنا عندي واحد النقص فادح في واحد الحدث في موريتانيا مهم، هو عملية قادير ديال 1930. نعم. نعم، شوف هذيك ذكرت الإخوة بعد غد ربما لو 16 مارس كانت عملية انقلابية، وأنا أسميها كانت يعني حركة انتفاضة يقودها ضباط موريتانيين أحرار تفردوا بالدفاع عن موريتانيا. وقلت أن بمناسبة هذه يعني العملية أنني يوم سأفتح لايف وسأعطي حيثياتها وللإخوة الموريتانيين ولكل من يريد يعني أن يطرح أسئلة عن هذا الموضوع. أنا مستعد أن أجيب عنه من جميع النواحي، لأنه ليس شيء بسيط. هي عملية تم التحضير لها منذ البداية، هي عملية لها أسبابها منذ الانقلابات العسكرية. وطبعا هناك دول لأن كانت متعلقة، الذي لا يفهم الناس أن كانت متعلقة خاصة بنظرة الأنظمة العسكرية لما يسمى بقضية الصحراء. هذا باش نكون واضحين. الخلاف الجوهري الذي وقع بين الضباط الموريتانيين والذي وقعت فيه التصفية هو نظرتهم للطريقة التي يجب فيها التعامل مع ملف الصحراء بعد الانقلاب على المرحوم المختار الدادة. وهذا مهم جدا أن يفهم الموريتانيون ذلك السياق الذي وقعت فيه تلك العملية التي لا تأتي من فراغ. سؤال آخر. نعم. هل إفشال العملية؟ تفضل. هل إفشال هذه؟ اسمح لي أخي جنرال فقط. تفضل. أخي جنرال اسمح لي دقيقة. أخي بطالب لي تسمح لي بكلمة ختامية لنهبط نورتوف نوجه رسالة. بما أنكم فتحتم موضوع، نبقي نذكر الإخوة الموريتانيين بهذا التاريخ المشرف، أن موريتانيا كانت دائما مقبرة لكل من يقود حملة ضدها، سواء كان يقود مرتزقة من العصابات أو يقود كيان محتل. فمثل ما يعني دق جرس نهاية كابولاني المحتل، كذلك دق جرس نهاية الولي مصطفى السيد بما أنه مسلم نترحم عليه، الذي كان يقود حملة مرتزقة ضد موريتانيا. بالتالي هذا التاريخ المجيد المسطر بدماء الأبطال الموريتانية سوف يظل محفور لأجيال قادمة بإذن الله في قلوب الموريتانيين. ونحيي من هذا المنبر صفحتك المتألقة ما شاء الله، اللي تقدم محتوى قيم جدا بالتعريف في ذيك الحقبة الزمنية، لكي نذمن ونعرف يعني قيمة الجهود التي قام بها الضباط الأحرار أمثال والدك المرحوم. أنا أسميه النسر لأنه فعلا هو نسر وصقر للأجواء الموريتانية وحامي حمى الوطن. ونقطة أخرى هنا تياقا قبلتوها أنتم بجدية، وأنا أصلا كنت قابلها مهزل لهذا الناس اللي تحديتم بيجيبوا فقيه من البوليزاريو. ثم قبلتوا تناقشوا الموضوع يعني بجدية، وأنا قابلهم باب الاستهزاء بهم نوعا ما، لأن فقيه من البوليساريو يعني الكلمتين متناقضتين بنفسهم، ما هم كلهم رافضة الأخرى. وختاما عندي هون يعني يوسف إشاعة هون مضحكة.
يوسف، فقط التفاعل معك. أتمنى منكم كامل، وهي نصيحة مني يعني في سبيل الله، أن نتفادى الاستهزاء بالآخرين، لأنه هذه يعني من الأمور التي أمر الله بها، يعني بدون هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني في الإطلاق، بالإطلاق. ولذلك بارك الله فيك. ولكن بما المسلمون وذا الشيء، ما أن نحن، أنا مع شخص لا أحبذ الاستهزاء بالآخرين، ولكن مولي سنحق الحق وسنذكر تاريخنا وأمجادنا، ولن نسمح لأي شخص أنه يحرف تاريخنا، والله أن يمس بكرامة قواتنا المسلحة. هذا أنا معك فيه 100%. بارك الله فيك. شوف، بارك الله فيك، شكرا على النصيحة إن شاء الله، ونقبلوا بها ونشتغل بها بإذن الله. بارك الله فيك الأخ المسلم، أخو المسلم، يلا ينصحوا إن شاء الله ولنقبلوا بنصيحتك. وفقط كلمة ختامية هون. يوسف بعدي، الإخوة الكامل المتواجدين، محمد فالو والإخوة الآخرين المتواجدين، يعني فكروا معايا، اللي عنده اقتراح هذا الشيء مهم جدا، أنه يعني بعد غد، وهو بمناسبة انتفاضة 16 مارس 1981. هذا تاريخ موريتانيا، هذا ملك للشعب الموريتاني. هذه العملية فقد فيها الجيش الموريتاني من أفضل أبطاله. أذكرهم المرحوم محمد سالم الأمير، أحمد سالم السيدي، المرحوم العقيد محمد عبد القادر، ملازمين نيانغ مصطفى، والملازم كذلك محمد دودوسك. أذكر أن هؤلاء الأبطال اللي هو نيانغ مصطفى ومحمد دودوسك، هذو أبلوا بلاء حسن جدا، وعرفوا كذلك بتضحياتهم خلال الحرب. هذو كلهم عنده موقف قوي جدا خلال الحرب. وبالمناسبة أذكر بسرعة أن نيانغ مصطفى هو اللي كان يقود الفرقة الموجودة في الداخلة عندما ضمت المملكة المغربية وادي الذهب. لم يفهم شيء، لأنه كان في ذاك الاتفاق، ولم يعلم أن يوم 5 غشت أن اللجنة العسكرية وأن النظام اللي يحكم موريتانيا آنذاك أنه مشى وقع في الجزائر تسليم وادي الذهب للبوليزاريو، والخروج من وادي الذهب. منين شاف الجيش المغربي استغرب وقال على انه ما هو طالس يعني مكانه، وتو فينين عقب يشرح له، قال له انت حكومتك قالت لنا ما زالت عندها علاقه بهذه الارض، ووقعت تسليمها. هنالك وضع سلاحه والتحق بالعقيد المرحوم محمد بن عبد القادر الذي كان آنذاك متواجد في المملكة المغربية. هذا بعض من بين الأمور اللي نرشد أخبارها سنتذكرها في وقت مناسب. بارك الله فيك. لا نبقي نختتم الأخ أبي طالب، نبقي نختتم ونتيا ياك تسمع الناس كاملة. مؤخرا هناك حدث يعني نوعا ما فكاهة، والله خبر مضحك، أن أبواق هذه جبهة البوليزاريو شفتهم فاتحين لايفات هون على منصات تيك توك بكثرة، ويطالبون بالمملكة المغربية أنها أراضي للبوليزاريو، ويطالبون بالشمال الموريتاني أنه أيضا تابع لهم. وأنا من هذا المنبر أقدم لهم تحية بسيطة، وأتعهد على نفسي شخصيا أنه تحدي بسيط، تمضوا ساعة واحدة في المناطق اللي قلتوا أنتم ما بين قوسين محررة، ساعة واحدة، وأنا أضمن لكم أني إن شاء الله نعطيكم شمال موريتاني كاملة. يا قارب شرط تمضوا ساعة واحدة، لا ساعة واحدة في المناطق المحرمة ولا المحررة، ساعة واحدة وشمال موريتاني كامل الصحة لكم فيه. لا شوف أخي الكريم، هناك يعني أقول إشارة وأن كونستا بسيط. إذا كنتم لم تستطيعوا تحقيق مآربكم، ومعكم كوبا وليبيا وكل الشرق، تجون اليوم هامكم تحقوها، هذا يعني ضرب من الخيال. بكل صراحة إنسان يريد أن يبقى في الخيال. المهم يا أخوة الكرام، شكرا لكم على الدعم. شوف أنا اللي نقز وطلع أخ قالوا هيثم من الصحراء. المشكلة الوقت عاد مني، أنا وقتي. لا أنا أبي طالب أنا ما غاديش. والله الله يبارك فيك، جزاك الله إحسان، شكرا على الاستضافة. أبي طالب أنا ما غاديش ننزل من الكاست، واخا تنزل أنت قبل ما تجاوبني على واحد السؤال، وسؤال محوري، لانه انا كان ضروري هذه العمليه ديال 16 مارس 1981. بغيت نعرف
واش هي التي تعتبر هاجس بالعلاقة بين المغرب والجزائر، خصوصا فيما عرف آنذاك أو اتهم أن المغرب كان طرف فيها وراء يعني واش هذيك العملية يعني إلى اليوم تلقي بضرارها على العلاقات؟ يمكن نقول ذاك الشيء؟ نعم. شوف أخي الكريم، هذه العملية ربما كما تقول فاقمت أو كانت تتويج لمسلسل خطير جدا. ولكن دعني أقول لك أن القشة التي قسمت ظهر البعير هو ما قام به آنذاك نظام محمد خوري والهيدانة من الذهاب إلى الجزائر، والجيش المغربي متواجد على أراضي موريتانيا، وموريتانيا والمغرب بينهم اتفاقية دفاع مشترك وبينهم قيادة أركان مشتركة، وذهبوا ووقعوا ببند سري يسلم الأرض. تصور معي، يسلم الأرض، فهذا يعني ما فهمش أكبر من ذلك. يسلم الأرض لجبهة بوليزاريو يعني للجزائر دون علم المملكة المغربية. إذا هذا كان هو أصلا السبب الذي فعل ذلك. طبعا كون أن ضباط موريتانيين وفي كثير موريتانيين هذه الخطوة لم يوافقوا عليها، بل رأوا أنها تفريط لمصالح الموريتانية. إذن لعلمكم الخاص أن حتى المقدم محمد خوري والهيدانة في مذكراته اليوم بعد أن وحتى في فيديو قريب جدا لما سئل عن العملية قال لهم ليس عندنا أي دليل ولم نجد أي دليل أن هؤلاء الناس كانت عندهم أسلحة مغربية أو جاء معهم مغاربة أو كذا. الذي قام بالعملية هم ضباط صف موريتانيون 100%، ولم يجدوا رصاصة واحدة مغربية ولا سلاح واحد مغربي ولا جندي واحد مغربي. الآن إذا كانت مصالح المملكة المغربية آنذاك تتقاطع مع نظرة هؤلاء الضباط فيما يخص الصحراء، هذا شيء طبيعي جدا ونحن نقوله. إذن وليس عندنا فيه خجل. بالضبط كما أقول أنا اليوم أنني أرى أن مصلحة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أن تقيم علاقات وشراكات قوية مع المملكة المغربية. بالضبط هذا ما كان ينقم أولئك على كل من يعني له هذا النوع من النظرة. والدليل على ذلك كذلك أن المختار الدادة نفسه، هؤلاء الناس كانوا على منهج المختار الدادة، ولذلك المختار الدادة خصهم في كتابه يعني بالإشادة عندما قال إنهم قاموا بهذه العملية من أجل إعادة الشرعية في موريتانيا. وهذه الحقيقة. طبعا بما أن الانقلاب فشل فهم خوناء، فهم كانوا سيسلموا موريتانيا للمغرب، فهم كانوا هذا شيء طبيعي جدا. المهم أنه سنشرح ذلك. بالمناسبة فعلا أن طبعا هذه العملية أثرت جدا على العلاقات المغربية الموريتانية، هذا كما قلت، وتلقي بظلالها على تلك العلاقات. ولكن دعني أقول لك أن المقدم محمد خوري والهيدانة نفسه ما زال في الحكم، تصالح مع الملك المغربي في السعودية عبر الملك فهد والعبد العزيز، يعني أنه في مازال هو حاكم، تعدى هذه القضية وأن رجعت العلاقات وأمور مشات. ولكن طبعا في تلك الظروف يعني زادت الطين بلة كما يقال. ولكن دعني أقول لك أن العلاقات كانت مقطوعة حتى قبل انقلاب 16 من مارس، وكانت العلاقات سيئة جدا جدا جدا. وكانت المملكة المغربية في كثير من المرات الملك الحسن الثاني هدد أنه سيستعمل حق المتابعة لدروا دو بورسويت، أن يقول أن البوليزاريو تهاجمه من الحدود الموريتانية. هذا كان قبل 16 مارس 1981. هذا شيء يعني واضح جدا. المهم بإذن الله تعالى الوقت. الأخ أبي طالب للتنويه بعض، لو سمحت نختار نذكرك برواية. تعرف أن العملية اللي خلقت عندي عنه 2010 والله، السيارات اللي تسللت من الأراضي المالية التي تصدتها القوات المسلحة، وهي كانت 3 سيارات، واحدة فجرتها القوات المسلحة عن بكرتها بها،
اللي كانت تحمل 24 طن من متفجرات. يعني متفجرات الخطيرة، وتم القبض على السيارتين الأخرى ومعهم عناصرهم، وهم الآن في السجون الموريتانية. نختار شيئا ما هذه العملية يعقب حد يتكلم عنها ويذكرها ويذكر يعني والله. أشخاص أنا نعرف منهم واحدين مباشرة، ونعرف الشخص مهم. مباشرة اللي تصدى للسيارة وخبطها بالار بي جي، والرومات اللي رماوا معاهم اللي بالرشاشات. يعني يلا هي عملية، يلا حد مثلا يشيد بها لأنها عملية مهمة ينقاذ نواكشوط. والله أحوال. هذا قطعا هي انا متذكره باني انا كنت موجود في نواكشوط، لين نقول لك انه ذيك عندنا من قد عرفات انا انهزت بي التراب وانا في إيلوسي في احدى القصر الرئاسي. صحيح صحيح، الله يحفظك، شكرا. ما يتعلق بقضيه عن الاستاذ مارس، عن هم اولها المغرب وكذا، هو قاعد والهداله من نفسه اجزم بانه لا علاقه المغرب، عن ما عندهم دلائل تاكد على انه المغرب عنده دور، بل قاعد اجزم على انهم اللي مولهم رجل الاعمال حابون محمد فؤاد. صحيح عندنا. وبما انكم شكراً. ذكرتوا وانا زين عندي قصص الابطال والبطلات والله نطرحهم عليهم كاملين، ونتذكروا على انه الامير احمد سالم، نعرف انك تعود قريت رسالته اللي مشى لزوجته، زوجته اقترحوا عليها الناس على انها تقيس يعني الشيخ والمم يتوسط لها عنده الهيداله باش يعفي عنه. ايش قالت لهم؟ قالت لهم على انها لا عنها ما ترضى لاحمد سالم حياه جايبتها دموع امراه. هذا هم الرجال، هذا هم الرجال. حفظك الله اخوي. الله الكلام اللي قلت صحيح، ان لو تمونياج وهذا مهم جدا يصير مولي انشان انترناسيونال العربي اعتقد دراسيان كولونيل والهيداله عندما قال أنه المعلومات التي لديهم والتي ثبتت لديهم أن الذي مول لا لوجيستيك هو رجل الأعمال الموريتاني حابون محمد فال رحمه الله، كذلك لأنه شارك في تلك العملية بلا لوجيستيك الله يرحمه إن شاء الله، اللي هو حابون محمد فال، وهو رجل أعمال موريتاني كان معارضا لذلك النظام، وكان آنذاك يقطن في السنغال، هو الذي وفر لهم كل شيء، ووفر لهم السيارات في موريتانيا. هما جاوا قطعوا، وجدوا امامهم سيارتين واسلحتهم واللباس، وبدلوا لباسهم ودخلوا واعدين ذلك الهدف الذي رسموه لانفسهم رحمهم الله تعالى. اذا يا اخوه الكرام اشكركم على اللقاء. اهلا ابي طالب، لين يطرح سؤال قاع ما هو في الموضوع. والله المعبر الجديد اللي الزويرات تندوف، قالوا واحد السياره ما نعرف منين خلق لها شي، ماني عارف شنو، اللي احسن الناس شاد اخبارها، كان الخبر صحيح والله. راني مولي مسول احمد فال وخيرت. الخبر صحيح؟ لا الخبر صحيح. شنو هو محمد فال؟ شنو الواقي واحدين اعتدت عليهم عصابه وتوب على الطريق حذا عين متيلي، اعتدت عليهم وكتفتهم ومشات بهم هم وسياراتهم، وعندهم لافتين من بقاش من مرسندس، ومشاو بهم الى خلوه وفريكو الدبش كامل، ما يعرف حد ذاك اللي لقدوا فيه ولا يعرف حد فات لحد الساعه اللي قبل منه شنو، وخسروا واحده من الوتات عمدا، وقلعوا كتاف واحد منهم، وقالوا له منين تفوت نص ساعه تقلع كتاف اصحابك. والليله هذه في مخيم الداخله وصل شخص مستشفى فيها في المخيم مجروح، والناس ماسي على انه من ذيك العصابه اللي اعتدت عليهم، معناها على انه طريق مهباس طريق هذه تحديات. طريق امنه. هذا شفت هذاك ما في داخل اراضي موريتانيا. لا هم تم الاعتداء عليهم على عين بالتيلي، كيلين منها في الاراضي الموريتانيه فعلا، داخل اراضي موريتانيا والله احنا عين بالتيلي كيلين منها، قالوا كيلو ونص كيلين بالتدقيق، الناس اللي كانوا معاهم. شوف غير هربوا دخلوا داخل. يا احمد فال قالوا اعتداوا عليهم عند الواد ذاك اللي مبين الحلو وعين بنتيلي، ذاك الواد القاطع مبينهم تراعي في الدار ذيك المبنيه في عين بنتيلي.
وهما هما كانوا مع جماعه في عين بنتيلي، عند عين بنتيلي، ومنين فاتوا تعشوا قالوا لهم ارقدوا لمع الصباح، قالوا لا نمشوا، كان نقطعوا عنا شمال المسافه، ومشى وقيموا عنه غير حسب الشاهد العيان، قال على انهم البليدر جبروهم فيها وجبروا فيها الوتات، واحده منهم مخسره عنها تقريبا تبعد كيلو ونص، هذا هو اللي قال، مع انه التقديرات الناس تعرف تقديرات قال لا تعود عاديه عندها، قال كيلو ونص كيلين اول من يجبروا الوتات. مبينه بيرات علي طالب وعين بنتيلي وعين بنتيلي حاقبه، ذاك الرق لكحل اللي فيه طلح مزرق فهم حقبه تماما. صورهم قاعد، صورهم فيديوهاتهم هم عندي. شوف اخي الكريم، من بين الامور اللي نبهت لها انا وفي اخبار هذا الطريق هو التحديات الامنيه، والتحديات الامنيه لديها اسباب. اللي ما يفهم الناس واللي تفرح بطريق تندوف الزويرات، وقلت رب ضارة نافعة، أقسم بالله أن هذا الطريق إذا تم تشييده طريق تندوف الزويرات فأول من سيتضرر منه هو جبهة البوليساريو. قول لي لماذا؟ لأنك أنت عندما تجيب أرض خلاء ليست فيه طريق محددة وكل رجاج قد يمشي في اتجاه على أنه ماشي طبيعي، اليوم عندما يعود عندك طريق سيارة فالمراقبة، فأنت أي سيارة أنت ماشي مثلا بين تندوف والزويرات، أي سيارة إن شافت حايدة عن الطريق الرسمية ماشية باتجاه لا مباشرة ينقال أنت شو هذا بيلي ما هو طبيعي، أنت عندك هي طريق اللاهو اللي تعود ماشي. وبالتالي أنا أرى أنه ستكون هناك تحديات أمنية قوية لهذه طريق زويرات، يعني زويرات تندوف. وعلى كل حال في إطار المشروع أريد أن أذكر أن موريتانيا هي المسؤولة عن تأمين الطريق وتأمين مشروع القوات المسلحة الموريتانية، هي المسؤولة أولا لأن المشروع كامل في الحدود الموريتانية، هذه 774 من حدود الجزائر إلى زويرات 774 كيلومتر، هذه كلها في الحدود الموريتانية. فبالتالي يعني أنا أعتقد أن هناك تحديات أمنية كبيرة جدا. إذن يا إخوان الكرام، شكرا على المعلومات، وشكرا للمتابعين، وشكرا للداعمين. إلى وقت آخر لا تنسى حلقة يوم السبت إن شاء الله، هي يوم السبت ما هو النهار الموصمة اللي هي حق صحيح. اليوم يوم 14 صحيح. ولا أنا مفرط فينا احنا هذا والوادنون، خاصك تجمع علينا إله إن شاء الله.